وصولك لمرحله انك تسيب بطل الحدوته ومشكلته اللي المفروض تتوحد معاها وتبقى مستني مشاهد الفيلن اللي بيلعب دور الشيطان في قصه البطل، دي حاجه محدش يعرف يعملها زي فتحي عبد الوهاب. تعالى. كنت مستني مسلسل بطل عالم يخلص مش علشان اتكلم عن المسلسل على قد ما انا عايز احكي عن فتحي عبد الوهاب. هو المسلسل حلو وكل حاجه، القصه مهروسه ما فيهاش جديد، بس مسلسل مسلي يعني، وانا بتفرج عليه مش علشان اعمل عنه حلقه، لكن بشوفه من باب التسليه، وطبعا وجود فتحي عبد الوهاب على الافيش واللي شفته بعد كده من فتحي عبد الوهاب هو اللي خلاني اعمل الحلقه دي. ايوه كمان اديها. ايوه. طيب نبذه سريعه عن المسلسل من غير حرق كتير. القصه بتحكي عن صلاح بطل افريقيا في الملاكمه، واللي كان مفروض يكون بطل العالم لولا اسباب لا يعلمها الا المؤلف والمخرج، وبنبتدي نعرفها بشكل تدريجي مع الوقت. صلاح اللي مقاطع ابوه لاسباب برضه ما بنكونش عارفينها بيضطر يسيب الملاكمه ويشتغل جارد علشان يتكعبل في مين؟ دنيا. بحب مين معلش؟ دنيا ابوها بيموت وبيسيب لها ورث بس بالسالب 50 مليون جنيه، وبتستعين بصلاح عشان يحميها ويساعدها توصل لفلوس ابوها اللي مين بيطالبها بيهم؟ المحروق. تبقى انت القهوة، خد كل حاجة ودوس على وش اي حد. المحروق او الحاج سليمان عشان ما بيحبش حد يقول له المحروق، جارد قديم من الجيل الثاني، وما تقوليش يعني ايه الجيل الثاني علشان دي اسرار الشغلانه. والحاج سليمان سكته شمال، بيعمل كل حاجه حرام، راجل جبروت يعني. انت عارف مشكلته في القتل ايه؟ والقتل الشغلانه، بعد ما بتقتل بتقطع، وبعد ما تقطع تعبي في شويله، وبعدين تجيب عربيه نص نقل، وبعدين تعبي الشويله على العربيه النص نقل. شغلانه زرقاء ما بحبوش انا. ودي مثلا طريقته لما بيبقى زهقان وعايز يتسلى. زهقان وعايز اتسلى، انا هحط 100,000 جنيه زياده على كل راس هتجيلي قبل الميعاد ده. ويحب الرهان زي عينيه، يعني الوقر بتاعه مقسمه ادوار، من اول رهان الكوتشينه والطاوله والدومينو والفيديو جيم كمان، لحد مصارعه الكلاب، وبعدين الملاكمه والمصارعه الحره التي بلا قوانين. المصارعه الروماني والملاكمه والمصارعه الياباني والمصارعه التي بلا قوانين. انت ممكن تتخيل ان الحاج سليمان شخصيه شريره في المطلق، وفتحي عبد الوهاب قدها حلو كده، لكن الحقيقه لا، المحروق مش شرير في المطلق، ده راجل حبيب يعني، لدرجه انه بيضعف قوي من اي كلمه حلوه من حبيبته. والفيلن اللي كله بيهابه ده انه يجتمع معاه صفه الحبيب اللي بيتمنى الرضا من اللي بيحبها، ميكس خطير، لانه ممكن جدا يقلب بكوميدي والدور يعوم منه شبه العربيه اللي بتجري على الارض مزيته كده، لكن مش فتحي عبد الوهاب اللي يقع في الفخ ده، لا. النيل بقى جيار عمره ما بيأذي حد بيحبه، هو عارف ان انا بحبه. الراجل سيطر على الدور وتحكم فيه تحكم كامل، عارف كويس امتى يشد وامتى وازاي يبين ضعفه وقله حيلته قدام اللي بيحبها، او حتى قدام اخوه الصغير اللي يعتبر تاني نقطه ضعف ليه. انت هتبقى احسن واهم واشطر مني مليون مرة، بس اشتغل. خوف المحروق على اخوه الضايع الشهواني وضعفه قدام اللي بيحبها واللي بيتمنى رضاها، مع اننا بنعرف ان كل اللي هو فيه ده يعتبر وضع جديد عليه بقاله 6-7 سنين بس، وانه قبل كده ما كانش الحاج سليمان اللي احنا شايفينه دلوقتي، بيخلينا نشوف فيلن حقيقي واقعي مش اسطوري وموجود في الحكايات وبس. بس علشان تلاقي ممثل قادر انه يلعب التركيبه المعقده دي، فدي حاجه مش سهله ابدا. فتحي عبد الوهاب اتمكن من ادواته ولعب دور يتقاس بالمسطره على خط واحد، من اول كلمه قالها في المسلسل لحد اخر لقطه، بيلعب بتون صوته ولا اجدعها مزيكاتي، تحس انه معاه نوتة موسيقيه بيعزف من خلالها الحوار اللي بيقوله. مؤاخذة يا مولانا، اتكل على الله انت بقى والشهود، وهنبقى نبعت لكم ان شاء الله. العروسه تعبانه شويه. فتحي عبد الوهاب له في المسلسل 28 مشهد، يعني بمعدل 3 مشاهد كل حلقه تقريبا. من ال 28 مشهد دول في 24 مشهد المخرج ما عدهمش الا وتلاقي الكاميرا كلوز شوت على وش فتحي عبد الوهاب. المخرج فعليا استغل كل بربشه عين للممثل العبقري اللي معاه علشان يخدم على المسلسل، وحقه بصراحه. اي مخرج معاه موهبه زي دي في مسلسل ابطاله الاساسيين شباب لازم يستغله افضل استغلال. رد يمكن حاجة مهمة. الراجل فعليا كان بيمثل بعينه وبجسمه وبتون صوته، انفعالاته مظبوطه بالملي بصراحه، وانا بتفرج كنت حاسس ان الدور والاداء ده اكبر من المسلسل. اقول لك على حاجه، فتحي عبد الوهاب اصلا جنسيته ظلمته. الراجل ده لو كان بيمثل في هوليوود ال 35 سنه اللي فاتوا اللي اشتغلهم هنا في مصر، كان زمان العالم كله بيتغزل في موهبته. ولو شايفني بافور فانسى اللي قلته ده يا عم، هعتبره رايي انا لوحدي. عايز اسالك سؤال تاني بقى، بعيدا عن نجوم جيل السبعينات والثمانينات اللي محدش بيستحمل عليهم كلمه، مين من بعد خالد صالح الله يرحمه يعتبر اهم وافضل ممثل في مصر؟ مين قدر يملى فراغ ادوار خالد صالح؟ ادوار الشر اللي بتتحفر في الذاكره لسنين، والادوار اللي برغم صغر حجمها بتعلم معاك اكتر من ادوار البطوله. مين اهم وافضل ممثل في مصر حاليا؟
طيب هل فتحي عبد الوهاب بس اللي تألق في مسلسل بطل العالم؟ لا، في ادوار تانية جامده جدا، زي حنان يوسف عملت دور الجده اللي بتفقد الذاكره، والصراحه دمها زي العسل. اغلب المشاهد اللي ضحكت فيها كانت مشاهدها، وبعدين مش مجرد بتأدي، لا دي ممثله جامده جدا ومتمكنه، وطريقتها وشكلها في الدور طبيعي لاقصى درجه. انت عارف يا واد يا حماده، انا كنت ملكه جمال مصر الجديده. محمد لطفي في الفترة الجاية لازم يزود من أدوار الدراما. دوره في المسلسل ده تاني أحلى دور ليه بالنسبة لي بعد دور خداش في فيلم بدل فائد. كنت ساعات بحس بشوية أفورة وانفعالات مش في مكانها، بس أعتقد دي ما كانتش مشكلته هو على قد ما هي مشكلة إخراج وترتيب أحداث، لكن في المجمل هو عمل دور حلو جدا وأحب أشوفه كتير في أدوار درامية تانية. أحمد عبد الحميد كمان عمل دور حلو قوي، لايق في الأدوار الكوميدي، لسه خارج من مسلسل كمان ابن النادي وبرضه كان عامل دور حلو، ولو هي دي أدوار فترة الانتشار بالنسبة له فتمام جدا. جيهان الشماشرجي وعصام عمر ما قدموش جديد قوي عن ادوارهم اللي قبل كده، والمسلسل بشكل عام حلو ومسلي، لكن اجمل ما فيه هو اهم وافضل ممثل في مصر فتحي عبد الوهاب.